يحب الأمريكي من أصول عربية مغربية يوسف زروال أن يوصف بأنه من المدافعين عن البيئة والطبيعة بدليل هذه السيارة الكهربائية التي اقتناها كي يقلل من تلويث الأجواء. ولكن بعد من ذلك يوسف زروال من أنجح الوكلاء العقاريين بمنطقة واشنطن الكبرى، والانتخابات الرئاسية تأخذ من وقت اهتمامه الكثير بالرغم من التزاماته الكثيرة. السيد يوسف، مرحبا بك في برنامج اليوم على الحرة. بداية أود منك أن تشرح لي وتعطي لي نظرة شاملة عن وضع المسلمين بشكل عام في هذا المعترك السياسي الانتخابي الآن. يعني نقدر نقول نسبة أكثر من كل سنة وكل انتخابات كنلاحظ بأن النسبة ديال العرب عامة والمسلمين خاصة بدات كتكبر، لأنه بداو كيحسوا بأن اندماجهم وأنهم يصوتوا وينتخبوا بداو كيحسوا أكثر بالأهمية ديالو. هذه القضية بديت كنحس بها أكثر، لأنه ملي كنتكلم مع الناس ديال الجاليه ولا نتكلم مع المسلمين لا في المسجد لا خارج المسجد هذا، كتحس بان الاغلبيه ديالهم ولاو كيسولوا بعضياتهم واش تسجلتي، واش انت غتنتخب، واش انتخبتي، يعني غتنتخب. يعني الحديث كاين، وملي كيكثر الحديث يعني كتشوف بان العدد ديالهم اكثر واكثر. الناس ولاو واعيين بالاهميه ديال الانتخابات. نقدر نقول هنا في منطقة واشنطن دي سي، فيرجينيا، ميرلاند، نقدر نقول أكثر من 50% بداو كينشغلوا بهذا الموضوع وكيحاولوا إلا سمحت لهم الظروف ديال الهجرة ديالهم هنا وعندهم الحق أنهم ينتخبوا، أنهم يساهموا. قدم يوسف إلى الولايات المتحدة شابا صغيرا منذ 20 عاما، ومن سنة إلى أخرى يزداد شغفه بمعرفة منظومة الاقتصاد والسياسة في الولايات المتحدة وكيف تعمل. هو معجب بها إلى حد بعيد، خصوصا فيما يتعلق باحترام القانون وسهولة الاندماج للقادمين الجدد وقدرة المجتمع الأمريكي على احتواء مختلف الثقافات والاستفادة منها. بداو كيكون عندهم تأثير أكثر وأكثر، لأنه عندنا شحال من كاين دابا شحال من يعني منتخبين اللي كاينين في الكونغرس الامريكي، وحتى في الانتخابات المحليه اللي كتلاحظ اكثر واكثر مسلمين اللي كتشوف اسماء مسلمين يعني كيترشحوا اكثر من اللي رجعتي غير هذه 10 سنين. ولكن التاثير ضعيف كثير. الديموغرافي يعني الا خديتيه التاثير غادي يكون في 1% ولا قل، ما كاينش يعني تاثير كثير مي كيتزاد، لانه كنعتقد لانه حتى المجتمع العربي والاسلامي ما كانش كيحاول يدخل في السياسه ولا حتى يكبر في اولادهم ديك ان ممكن تكون مرشح. يذهب محدثنا إلى نقطة يعتبرها مفصلية في تحديد هوية الطبقة السياسية الحاكمة بأمريكا، ويتعلق الأمر بالقيم الوطنية والمجتمعية والدينية على اختلاف طريقة النظر إليها وتعريفاتها. كنشوف بأن الولايات المتحدة من الدول القليلة اللي عندها التفريق بين السياسة والدين كاينة في الكونستيتيوشن ديالها. من أكبر الأمور اللي عندهم هما هنايا دايما عليها نقاش طويل هي الحقوق ديال المرأة، ديال الولادة والإجهاض، والحقوق ديال أن الناس اللي من نفس الجنس. التحول الحقيقي بالنسبة لحجم مشاركة العرب والمسلمين في العمليات السياسية والانتخابية بالولايات المتحدة شهد ارتفاعا عدديا كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد تكون أحداث سبتمبر بحسب محدثنا نقطة التحول الأولى. هو من أكبر الأسباب هو اللي حصل من وراء سبتمبر 11 ولا الوقائع ديالو هذيك خلات، لانه تغيرات بزاف الحوايج في هذاك الوقت والناس بدات كتحس بالاهميه ديال انك تكون عندك واحد الصوت ويكون عندك واحد تكون مندمج. التعايش بين مختلف الديانات والثقافات في المجتمع الأمريكي هي الدافع والحافز الكبير الذي يسهل من اندماج مزيد من المسلمين في المجتمع الأمريكي بكل تركيباته. وأكد لي يوسف زروال بأنك قد تعيش عشرات السنين في الولايات المتحدة مثل ما حدث معه دون أن تشعر بأنك مختلف عن الآخرين وأنك منقوص الحقوق أو أنك غريب. خالد بن طويلة، لليوم على الحرة، من واشنطن.